هلا وشلونكم؟ ان شاء الله يا رب الكل بخير. رجعت اليوم وياكم فيديو جديد. طبعا اليوم سويت اطيب برياني كلش طيب وسهل وسريع وما ياخذ من عندكم وقت ابدا، ولازم تجربون هاي الطريقة مال برياني. قبل لا ابدي بالفيديو ادعموني بلايك واشتراك وتفعيل جرس القناة حتى يوصلكم كل جديد. وهسه خلونا نبدي بالطريقة. هنا أنا أول شي عندي ضفت زيت زيتون أو زيت عادي بكيفكم، وبديت أقلي كل شي. أول شي البوتيتة قطعتها بشكل مكعبات وقليتها كلش زين لحد ما تستوي تماما، وبعدها قطعت الجزر بشكل مكعبات ناعمة حتى يستوي بشكل أسرع، وهماتين هنا صار عندي جاهز وشلته من على النار. وبعدها ضفت شرائح البصل، تقدرون تقطعوا بشكل شرائح أو مكعبات بكيفكم. هنا أنا خليت شرائح البصل وضفت عليها افطر بعد ما ذبل البصل. أول ما يذبل أخلي عليه الافطر، قطعته بشكل شرائح. تقدرون تستخدمون الافطار المجمد والافطار الفريش عادي نفس الشي. وضفت صدر الدجاج وقلبته هماتين لحد ما تغير لونه. بعدها ضفت هنا الهيل والدارسين وورق الغار، وضفت بابريكا حمراء. هنا أنا صارت عندي بهذا الشكل. هنا أنا ضفت بهارات البرياني تكون حسب الرغبة، يعني كميتها تكون حسب رغبتكم. وبعدها ضفت الفلفل الأسود وضفت ظرف واحد من الماجي يعطي نكهة كلش طيبة للبرياني. هنا أنا خلطت المكونات كلها كلش زين، وضفت التمن. عندي هنا تمن منقعته وغاسلته كلش زين، ضفته على المكونات كلها وخبطته كلش زين. وبعدها ضفت مي يغطيه تماما. هنا أنا بعد ما خلطته كلش زين تركته على النار. قبل لا أتركه على النار أول شي ضفت الملح. لا تخلون هواي ملح لأنه خلينا ماجي، فخليت رشة من الملح تقريبا نص ملعقة. أنا مسوية كمية تكفي نفرين، تقدرون تسوون كمية أكثر. هنا أنا خليت الجزر والبوتيتا اللي مقليتها أني بعد ما استوى عندي التمن تماما. طبعا التمن تخلوه أول شي على نار عالية لحد ما ينشف المي مالته، تعرفوا يتهدر على نار ناصية، وتستمرون تقلبوه بشكل مستمر. وهنا راح أضيف كمية كلش بسيطة من المبصرة، لأنه إذا تخلون كمية هواية راح يتغير طعم البرياني. فهنا خليت كمية كلش بسيطة تعطي نكهة كلش طيبة، وخلطته كلش زين حتى النكهات عندي كلها تتجانس. طبعا ما احكي لكم الطعم كان ولا غلطة، طعم البرياني هذا كلش طيب. طبعا اني سويته بدون شعرية وبدون كشمش وبدون لوز. تقدرون تضيفون هاي المكونات ثلاثتهم اذا حابين، بس هو صار طعمه كلش طيب وكلش رهيب وسريع وما ياخذ من عندكم وقت ابدا. هنا أنا وصلت الى نهاية الفيديو، اتمنى عجبكم ومع الف سلامة.